اللي حصل لما اتمرنت كل يوم ربع ساعه لمده 45 يوم. في الفتره دي كمان انا كنت بمتحن الفاينل وكنت مزنوق زنقه فعلا ما يعلم بيها الا ربنا، فقلت بدل ما اوقف رياضه خالص في الفتره دي فانا ممكن اتمرن لمده ربع ساعه مثلا سواء في البلكونه او على السطح. وقلت يلا بقى بالمره اصور وانزل ستوريز على الانستجرام واي حد عايز يتمرن معايا يدوس. واخترت المده 45 يوم عشان دي الفتره اللي كانت هتنتهي عندها الامتحانات بتاعتي. وبالرغم من اني كنت ساعات بعك في الاكل يعني كده حاجات بسيطه، بس وزني بعد الامتحانات زاد حوالي تقريبا كيلو، وده ما يعتبرش حاجه خالص بالنسبه للزياده اللي انا زدتها في ثانويه عامه. انا كنت وصلت ل 103 كيلو تقريبا، زدت حوالي 25 كيلو من وزني. والفكره بقى من التحدي ده وهو ان احنا عشان نخلق عاده جديده في حياتنا احنا مش محتاجين نعملها مثلا كل يوم لمده 3 او 4 ساعات كده اوفر قوي، هنعملها مثلا لمده يومين بعد كده خلاص هنبطل نعملها اصلا. بس لو عملنا حاجه جديده في حياتنا التزمنا عليها كل يوم حتى ولو اقل وقت ممكن، ده افضل بكتير جدا. وفي كل حاجه بقى في حياتنا مش تمرين بس، في اي عاده عايزين ندخلها في حياتنا ممكن نعمل مع نفسنا تحدي ان احنا نعمل العاده دي كل يوم لوقت قصير جدا بس العدد ايام كتير، وبعد فتره العاده دي هتبقى روتين في اليوم بتاعنا. ولو اليوم عدى من غير ما نعملها هنبقى مستغربين اصلا ايه ده ازاي انا ما عملتش كده. وصدقوني الموضوع هيفرق معاكم جدا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا فولو ولايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود فوق لو حابين تتابعوني هناك. يلا سلام.